ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيا كان بتشوفنا من أي مكان، فأنت دلوقتي هنا في الأوضة اللي بره. طلبت مني في الزيارة اللي فاتت إنك تسمع قصة الخاتم الأزرق وأسرار عالم الجن وحكاية مملكة الهيت. من زمن بعيد، من 600 سنة، كان عندنا إحنا الجن المسلمين أقوى مملكة عرفها الزمان والتاريخ في عالمنا، عالم الجن، واللي هي مكانها في العالم بتاعكم موجود في مدينة بابل، مملكة بيحكمها ملك قوي وعادل، الملك صابور. قدر بحكمته وقوته يوحد القبائل المسلمة وجمعهم تحت راية الإسلام. كانش يسيب شيء للقدر إلا وهو مخطط له كويس. جهز جيش قوي جدا مستعد لأي هجمة من هجمات الجن الكافر اللي كانوا طمعانين في الزيبق الأزرق اللي موجود منه كتير في مملكتنا. أنا كنت المسؤول عن كل شؤون الملك صابور وزوجته هند اللي كان فعلا بيحبها ومحبش غيرها أبدا. وكانت ثمرة الحب ده هي الأميرة الجميلة سلمى اللي مخلفوش غيرها. كانت جميلة جدا لدرجة إن كل قبائل الجن ما شافوش في جمالها جنية. كانت بتكبر قدام عيني كل يوم وبتزيد جمال ورقة عن اليوم اللي قبله. وفي يوم من الأيام جه للملك رسول من ملك ملوك الجن الكفرة، الملك ساسان، وفي إيده رسالة. كان محتوى الرسالة إنه عاوز يتجوز من بنت الملك الوحيدة اللي سيرة جمالها وحسنها وصلت لكل ممالك الجن. الملك صابور ملاه الغضب وقام حرق الرسالة قدام رسولها وقال له رسالة شفوية يوصلها لملكه، تقول للي بعتك إننا ما بنجوزش بناتنا للكفار الفجرة. غضب الملك ساسان غضب ملهوش مثيل. وبعد فترة بسيطة وصلت لنا أخبار من مصادرنا اللي موثوق منها إن الملك ساسان بيحضر جيش ملوش أول من آخر وهيحارب المملكة كلها، فقط
من أجل رفض طلبه للجواز. والملك صابور طبعا كان جاهز للقاء ده كويس. كان الفوز من نصيبنا في المعركة الدموية دي، ولكننا ما سلمناش من شره. هو ما فقدش حياته في المعركة ولا فقد عزيمته وإصراره، بالعكس ازداد غضبه علينا، فاستعان ببعض السحرة اليهود من عالم الإنس، وقدر كمان يوحد قبائل الجن الكافر تحت رايته. فوق كل المكر والخبث اللي جواه، فهو كمان قدر بمساعدة ساحرة حقيرة متمكنة في سحرها الأسود اللعين سجنت الأميرة سلمى في الخاتم الأزرق. اتقلب حال الملك صابور والمملكة كلها حزنا على بنته الوحيدة الحبيبة. عمل كل حاجة ممكنة علشان ينقذ بنته، بس كل المحاولات فشلت، لأن السحر اللي أتقنته الساحرة الشمطاء كان فعلا قوي لدرجة إن مفيش أي جن مهما وصلت قوته وعظمته إنه يقدر يقرب منه، واللي يتجرأ ويقرب من الخاتم هيتحرق. وطبعا دي كانت فرصة للملك الخبيث ساسان إنه يجهز جيوشه وانتهز فرصة انشغال الملك بسلمى بنته. أيام معدودة ووصل الملك ساسان بجيشه العظيم لبوابات مملكة بلهيت. كانت معركة رهيبة. ساسان الكافر قتل الملك صابور وقتل زوجته هند، غير الآلاف المؤلفة من مسلمين الجن اللي ضحوا بروحهم فداء الأرض والمملكة. واللي اتبقى منهم اتشردوا في الجبال. أما أنا فأوصاني ملكي العزيز على بنته الوحيدة سلمى، وقدرت إني أهرب الخاتم بمساعدة واحد من بني الإنس، كان صديق مخلص ليا، وقدرنا مع بعض نهرب بيه على السفينة. ولكن للأسف الملك ساسان عرف وغرق السفينة باللي عليها، ولكن طبعا محدش يقدر يلمس الخاتم علشان ما يتحرقش بسبب السحر اللعين. ومن اللحظة دي وأنا ما بتحركش من جنب الخاتم،
اللي بقى مستقر في أعماق البحر. لحد ما انت وصلت ولقيت الخاتم وحطيته في ايدك، وعلشان كده ما قدرش الجن الكافر يأذيك يومها، ولا قدروا يلمسوا الخاتم اللي جواه أميرتي الصغيرة اللي هفضل مستني لحظة تحريرها من سجنها، تخرج وتمشي على نهج أبوها وجدها، تجمع مسلمين الجن من تاني وتعيد أمجاد مملكة بلهيت. خلص سومر قصة الخاتم والمملكة لجدي اللي كان بيسمعه بكل فضول وتأثر، وعلى طول سأله جدي: طيب هو في طريقة أقدر أساعد بيها الأميرة سلمى وأنقذها من سجنها ولعنة السحر الأسود؟ انت ما تقدرش تعمل أي حاجة، لكن حفيدك يقدر، هو اللي هيعمل كل حاجة بعد ما تسلمه الخاتم الأزرق قبل ما تموت. حفيدي، أنا أصلا ما كنتش متجوز ولا حتى فكرت في الجواز قبل كده، بس بعد كام سنة اتجوزت بنت الراجل الطيب صاحب البيت والمزرعة اللي أنقذني وساعدني، وكان دايما أب ليا ومعتبرني زي ابنه. ربنا رزقني بأبوك علشان توصل انت وتنور حياتنا بوصولك. وانا بسمع الكلام ده من جدي حيرني سؤال ضروري كان لازم اقاطع جدي برغم تعبه الشديد واسأله: يا جدي، اشمعنى انا بالتحديد اللي يقدر يساعد ملكة الجن؟ صدقني فعلا انا ما عنديش اجابة لسؤالك، بس اللي اقدر اقوله لك يا ابني ان اكيد سومر هيعرفك ويفهمك كل حاجة. شاور لي جدي اني اخد الخاتم من ايده، وانا كنت بترعش من الخوف ومن الخاتم نفسه، وخوف برضه على جدي بانه بعد كل السنين الطويلة دي اخيرا هيخلع الخاتم. روحه كانت موصولة بالخاتم ده، يعني الحركة دي فيها حياته. كنتش فعلا عاوز اخد الخاتم ده، لكن جدي أصر وقال لي: من غير الخاتم ده أنا كان زمان انتهيت من يوم الحادثة على السفينة زي أي واحد من صحابي يومها. بس دلوقتي خلاص، ده أجلي ونهاية رحلتي على سفينة الدنيا. علشان كده يا ابني ريح قلبي وخد الخاتم قدام عيني. فعلا أعطاني جدي الخاتم، وبعد ساعات قليلة فارق الحياة مات جدي وانتهت رحلته، وانتهت للأسف زيارتكم للأوضة اللي بره. لكن قصتي مع الخاتم الأزرق وعالم الجن ومملكة بلهيت لسه ما انتهتش، وهنكملها في زيارة تانية. عرفونا لو الزيارة دي عجبتكم، ولو ناويين تكرروها اشتركوا معانا، دوسوا على الجرس، واستنوا الزيارة الجاية. هو أنا ممكن أسألك سؤال يا سومر؟ طبعا، اسألني زي ما تحب.
هو ده شكلك الحقيقي؟